أسهل وأسرع طريقة للكبدة المشوية. أنا هنا مستخدمة نص كيلو من الكبدة شرايح، هعصر عليها عصير ليمونتين وهسيبها تصفي الدم بتاعها لمدة نص ساعة. بعد كده هديها شطفة بسيطة تحت الحنفية، وبعد كده أبدأ أحط التتبيلة بتاعتي: معلقة كبيرة من الثوم المفروم، معلقة صغيرة من الكزبرة، ونص معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الملح، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ونص ليمون. هقلبهم كويس مع الكبدة عشان الكبدة تختلط بالتتبيلة. أسيبها في التتبيلة حوالي نص ساعة. أحضر الطاسة الجريل بتاعتي وهنزل بشوية زيت وهمسح الطاسة كويس علشان الكبدة ما تلزقش معايا، وهسيب الطاسة تسخن كويس جدا جدا، وده مهم علشان برضو الكبدة ما تنزلش مية معايا. حطيت كده في نص طاسة حتة الدهنة دي هتدي طعم حلو قوي للكبدة. هديها صدمة، وبعد ما تاخد اللون التحمير الحلو ده ابدأ ان انا اقلبها على الناحية التانية، ولما تاخد اللون من ناحيتين واتأكد ان هي استوت ابدأ ان انا اطلع. قطعت شوية فلفل اخضر علشان ازوق بيهم، ارص الفلفل كده بشكل عشوائي وازوق الطبق بتاعي. بعد كده هجيب حتة ورق فويل وهحط فحمية طبعا متولعة في نص الطبق بالشكل ده، وبعد كده هغطي الطبق بتاعي بورق فويل علشان يشم بقى ريحة الفحم.